هاي الزوينه ديالي. شرفتينا اليوم سهام صديقه حبيبه ديالي، الله يزيد فرحتك. اللهم امين. بصراحه انا فرحت بشوفتك اليوم بزاف، طمأنيت عليك. كنت ديما تنسول تنقول مسكينه ما عرفت كيف بقات اليوم. الحمد لله انا جيتي في هذا النهار الزوين. شكرا على الافكار والله العظيم، والله الا شرف ليا والله العظيم. اشياء صحيه عطيو وليداتكم اكثر ما قدرتم من الحويجات الصحيه. انا براسي انا كندير مجهود وتانا مضغوطه وتانا الله يكون في العوان، ولكن ملي كتشوفي صراحه وتيره الامراض الله يكون في العوان، الله يشافي الجميع والله يقويك حتى تشوفك ديما على خير. شكرا تبارك الله عليكم المستمعين ديال الراديو ام اف ام. معكم الله يحفظك. تحية كبيرة لكل أسرنا المغربية، الله يخليكم. شكرا على المحبة ديالكم. احتاجيتوا دائما أي طلب أي دعم أي مساعدة أي حاجة وحيتوا فيها على الراس والعين. صراحة ضيوفي ما تيبخلوش علينا، شفتوا تبارك الله تنقلبوا على النخبة يكونوا حاضرين معنا باش كيعطيونا أفكار زوينة. بينهم الحادقة ديالنا أختي سهام صدقي اللي دارت اجتهاد وبحثات صراحة وقالت لي شوف أنا والله اللي درت مجهود باش نقلب على هذه الوصفات طبيعية زوينة صحية. يعني مريتي انت من تجربه خاصه؟ انا مريت صراحه، ولكن دابا الحمد لله من دابا كندير دابا غير هاد الوصفات الطبيعيه. اول حاجه كنتمنى لك الشفاء، الله يزيد فرحتك. اللهم امين. والجميع يكون مع كل مريض يا ربي، الله يشافيكم كاملين. حنا ما تنبغيوش نوصلوا لهذه المرحله ديال اننا كنكونوا مضطرين نديروا شي حويجات حيت ما عندك خيار. الانسان كل ما حافظ على صحيحته وتهلا فيها كل ما ياك والكمال لله ان شاء الله. نديروا المجهود ديالنا ولا وليداتنا نعطيهم على قدر ما استطعنا حويجات طبيعيه محضره في الدار. انا عارفين المجهود ماشي سهل، ولكن هذه مسؤوليه، ما ولدنا الوليدات احنا مسؤولين عليهم او لا سي. مستمعينا مستمعاتنا الامهات مرحبا بكم معنا. كنا وصيناكم ياك وكنا طلبنا منكم حضروا حويجات اللي هي صحيه لوليداتكم، وباش نعاونكم اكثر غادي نعطيكم حتى كيفاش تحضروا هذه الحويجات الصحيه. اكيد في الفقره هذه كانت مخصصه نتكلموا فيها على حويجات اللي هي صحيه 100% واللي يعشقوها وليداتنا تعطيهم المنفعه والامان. واختي سهام ما بخلتش علينا، شكرا على المجهود ديالك. مرحبا هذا شرف ليا الله يودي. رغم ان الظروف ما كانتش سهله باش تكوني حاضره معنا في حلقتنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله بمغفره الذنوب امين يا رب والشفاء يا رب للجميع. اختي سهام الفكره هذه قلتي لمهدات الامهات يركزوا معنا باش يشتغلوا وليداتهم نوعوا شويه في الوصفات ديالنا ونحرصوا على قدر ما استطعنا نديروا حويجات اللي هي طبيعيه تستحق ان نجربوها لينا ولوليداتنا. هو صحيح مجهود مضاعف ولكن ما فيها باس انه حنا على قدر ما استطعنا فيما يكون عندنا بقيت نصوبوا حويجات في الدار كيف ما كياكدوا دائما الاختصاص. وحنا خصوصا في نهار اليوم يعني الحلقه ديالنا السهام جات في نهار شاخد اليوم من البدايه وحنا كنتكلموا على حويجات ديال الدار. مرحبا بك سهام، ربي يخليك. سعيده اني نشوفك عاوتاني من جديد معنا. الله يخليك الله يحفظك. سهام اليوم انت كتشوف يعني خصنا حويجات يكونوا ديال الدار موجدينهم خصوصا الوليدات. تكلمنا على المواد الحافظه، تكلمنا كذلك على قرحه المعده وهادشي كله ياك جاي من تغذيتنا خصها تكون سليمه. ضروري ان شاء الله. فشنو غنقدموا ان شاء الله المسليات ديالنا اليوم؟ عندنا ان شاء الله غنقدموا العيش بالدقيق ديال الحنطه السوداء. وكاينه كتباع لا كاينه هي نورمالمون اغلبيه كتباع عند كتاخدي عند الطاحونه كتقول لهم بغيت الحنطه السوداء كيعطيوها لك وهذه اكيد طبيعيه وضد الحساسيه ديال الجلوتين يعني حتى الوليدات اللي عندهم هذا المشكل ديال الحساسيه الجلوتين يقدروا يوظفوا الحنطه السوداء. برافو عليك سهام، صراحه فكره جديده ونتمنوا تقلبوا عليها وتلقاوها الحنطه السوداء. لا كاينه موجوده ياك غنديروا بها خبيز ان شاء الله. كيفاش هذا المشهد الخبيز؟ عندنا 4 ديال المعالق ديال دقيق الحنطه السوداء، معلقه صغيره ديال السانوج، شويه الملحه وحليب نباتي كاس. كنخلطوا كل شيء في مقله كندهنوها بزيت العود شويه وكنكبوا الخليط. غنطيبوها في المقله؟ في المقله. ملي كنحطوا الخليط كتبدا تشد في راسها كنقلبوها 4 مرات حتى 5. ملي كتبدا تحمر كنشدوا السباتشيلا كنبقى نضغطوا حتى حنا كنضغطوا وهي كتنفخ. وبلاصه الا كانت يعني تقبات لنا من الجنب ولا شي حاجه كنبقاو ماركين عليها حتى كتكمل كلها وتحمر. يعني في المقله العافيه مهيله حنا غادي مهيله دائما كتكون مهيله صافي وكنقدموها بصحه وراحه. هذه فكره صراحه زوينه يعني صحيه وما فيهاش شي حاجه اللي هي مضره. يلا مستمعاتي هانتوما خديتوا فكره ديال خبيز خفيف صحي. انا دخلت دابا كنشوف صراحه الحنطه السوداء هي موجوده كاينه حتى في الاسواق ديالنا المغربيه تبارك الله كاينه ياك ها هو اللون ديالها والشكل ديالها. تاخذوها مطحونه
طحونه كتعطي فوائد مهمه للجسم، هي مكتوبه الفوائد ديالها، يعني دخلوا منها حاجه وزياده غادي تعرفوا عليها فوائد، وبطبيعه الحال توجدوا الخبيز على طريقه ديال الفهم، تعرفوا فاش خصكم تضفوها او لما فهمت. اي واحد يعني كان عنده شي مرض ولا بحال بالنسبه للناس ديال السياتيك ما ياكلوهاش. انا من بحثت يعني قال لك ما واخا يشاوروا ضروري. ما هي خليه قلنا بالجلوتين. الجلوتين يعني بالنسبه للوليدات اللي عندهم او الناس اللي كيعانوا مشكل ديال حساسيه الجلوتين يقدروا يوظفوها ويخدموها في بلاصه الدقيق الابيض. طيب خبيز بالحنطه السوداء اليوم سهل مهل، كيكتب غير في المقله. نعاودوا الفكره ديالو سهام نعطيها لك. يلا عندنا 4 المعالق ديال الحنطه السوداء، معلقه صغيره ديال السانوج، شويه الملحه وكاس الحليب نباتي. كنخلطوا كلشي كيف لنا وكنطيبوا على المقله، كتكون ديجا مدهونه بزيت العود. والطريقه كيف قلت لك يعني كي كتشد راسها من التحت كنبقاو نقلبوا حتى كتبدا تحمر. كنبقاو ملي كتحمر كنبداو نضغطوا بالسباتيلا كتحمر. كتاخذ وقت شويه؟ لا ماشي بزاف. حتى كتبدا تنفخ صافي كتحمر من الجوايه بجوج صافي نقدموها. وهذه خبيز الفطور الغداء ياك ولديت زوين بنين. لان ديجا هذيك الحنطه هي اصلا بنينه دقيق ديال الحنطه. يلا مستمعاتي مرحبا بكم معنا. هي فكره جديده اليوم اختي سهام عطاتها لينا، وكنظن كاين اللي كيعرفها وكاين اللي كيديرها. معروف. نقدروا نديروا بها الكيك، نديروا بها اي حاجه اي حاجه نقدروا كريب ممكن كريب اي حاجه قلت لك يعني. مزيان. يلا هي فكره جديده. تفضلي سهام، شنو مثلا الفكره الثانيه؟ عندنا الفكره الثانيه هي تحليه ديال البروتين الطبيعي، الناس اللي كيديروا لاصال. عندنا كانت الطبقه الاولى كنديروا فيها 2 معالق ديال بودره الشيا، حتى هي موجوده. بودره الشيا كاينه هذه متوفره والناس ولات كتعرفها وكتعتمدها طبعا. كاينه معلقه صغيره ديال بودره الكاكاو طبيعي. ناخذ نسبه الكاكاو فيه مرتفعه من نوعيه جيده. شحال غناخذ منه تقريبا؟ معلقه صغيره. بودره الشيا هنا مطحونه؟ مطحونه. بودره الشيا مطحونه مع معلقه صغيره ديال البودره ديال الكاكاو من النوع الجيد. وعندنا معلقه ديال السكر البني. كنخلطوهم مع هذا كاس الحليب. كنخليوها تشرب. كنديروا الطبقه الثانيه وهي 2 معالق نيت ديال بودره الشيا مع معلقه كبيره ديال الفول السوداني، معلقه ديال السكر البني وكاس الحليب. حتى هي كنخلطوها ونخليوها حتى كيتماسك الخليط. ناخذوا الكيسان ديال اللي كنقدموا فيهم التحليات. نديروا الطبقه الاولى وكنغطيوها بالبنان ونديروا الطبقه الثانيه. الزين كيبقى على حسب المهم حنا اللي بينا هو داك ناكلوا ديك عقد. نخليوه يبرد شويه. يبرد الاحسن. طيب هذه تحليه صحيه. شفتوا اليوم حلقتنا كلها صحي في صحي ان شاء الله. مشكوره سهام، هذاك درتي مجهود قلتي رانا بحثت وقلبت على الحويجات. لا ضروري. فنعاودوا التحليه انه خدمناها بذور الشيا. اي نوع ديال بذور الشيا؟ اي لون؟ ولا نقدروا اللي كان غناخذوا بذور الشيا قلنا تقريبا 2 معالق كبار مع المعلقه صغيره ديال الكاكاو المر ومعلقه ديال السكر البني صافي. هذه الطبقه الاولى قلنا. والطبقه الثانيه كنقول فيها حتى نفس هذا، غير هي كتزيدي 1 معلقه ديال الفول السوداني كيعطينا مذاق اخر ونفس اخر. صافي كيف قلت لك كنديروا في كيسان ديال التحليه وباش كنصفيوها قلنا درنا بنان ديزا غنيه جدا ومفيد للصحه وصحه وليداتنا. طيب سهام، شكرا على الفكره ديال الخبيز ديال الحنطه السوداء. شكرا كذلك على الفكره ديال التحليه بالبذور الشيا، وقدمنا 2 النكهات، يعني النسمه الاولى اللي هي كانت ديال الكاكاو والنسمه الثانيه ديال الفول السوداني. ودمنا كطبقات دخلنا فاكهه، ممكن بنان ممكن اي فاكهه ياك ممكن نوع حتى في الفاكهه ما كاينش مشكل. باش كنعرفوا ان اصحاب الرياضه كيبغيو البنان بزاف كيعطي الطاقه. صح. ونسمناها بمعلقه ديال السكر البني. كيبقى دائما السكر الاشقر من الحويجات المفضله احسن من السكر الابيض. غادي نكملوا وحديتنا في وصفاتنا، نمشيو فاصل خفيف ظريف مستمعينا العزاز، ومن بعد راجعين غادي نكملوا وصفاتنا الصحيه الزوينه مع الحلقه ديالنا اختي سهام. ودائما الا احتجتوا اي طلب على راس العين بعد الفاصل خليكم معنا. طيب رجعنا معكم مستمعينا مستمعاتنا الامهات، مرحبا بكم معنا.
سي سهام الفكره هذه قلتي لمهدات الامهات يركزوا معنا باش يوجدوا على وليداتهم بحال كنقولوا هذا بديل ديال الكونفليكس الا ما بغيناش نبقاو كاين الحل الوليدات دابا كيبغيو الكونفليكس مع الحليب اولا كديريه حتى في كيكه ولا هذا كنوجدوا لهم واحد وصفه سميتها الجرانولا اللي هي فيها زلافه ديال الشوفان 3 معالق ديال زريعه الكتان زلافه ديال اللوز مع الكركاع كوك الزريعه البيضاء والخضراء حتى هي كتباع في المحلات ديال الحال موجوده زريعه تبدل بالالوان ناخذوا الكرعه الخضراء ياك وعندنا الزريعه قلت لك الزريعه البيضاء والخضراء وبذور الشيا وملعقه ديال القرفه كيبقى اختياري ما بين الزنجلان التمر الزبيب والمشماش الا بغيتي تضيفيهم غير اختياري ملي كديرهم مكمل زوين حتى هو تعطي مذاق تحلي لينا كتحلي والشريحه حتى هي شريحه كناخذوا هاد المكونات كاملين كنديروا معهم معلقه ديال العسل الا كان الحر احسن كنخلطوهم كاملين كنديرهم في مع الحمص والو مع الطحن والو غادي تديري في هي نورمال بغيتي تطحني بغيتي تخليه مهرمش كيف كنقولوا يعني حنا قلنا كومبلكس يعني بغينا داكشي يبقى يعني غادي لاطا كديري فيها ورق الطهي تخبري داك الحبوب اللي درنا وداك الزرارع كنديرهم في الفران كيتحمروا كيبقاو مده ديال 15 دقيقه كتحمروا فيهم مره نقلبوهم صافي وكتوجديها ديرها اليوم مع الحليب شي حاكه بحال شي اي حاجه كتديرها للدراري الصغار كتلوحي لهم مرة تلحقوا في جيبو يكون غادي ويبدا ياكل بحال الكاوكاو بحال صراحه والله العظيم كبر وصغار مقويه وهي حتى انه اللي عنده يعني نقص يعني ما كياكلش بزاف ولا سيرتو ما كيفطروش كيف ما قالت لنا الطبيبه ديالنا فهذا مكمل غذائي ومزيان يعني الوليدات انا ممكن لو شي حاجه صحيه ومشبعه ولو ما كيبغيش يفطر لينا في الصباح فهذا الله يعطيك السرسيها المكونات عندنا زلافه ديال الشوفان 3 معالق شوفان زلافه الشوفان هنا اي نوع ياك الغليظ الرقيق يكون محمر شويه يكون محمر واخا الشوفان 3 معالق زريعه الكتان زلافه ديال اللوز مع مخلطه مع الكركاع الكوك والكركاع زلافه الكوك غير بحال كنسمو باش يعطينا واحد اللون ولون بذور الشيا معلقه القرفه شويه ونسمو بشويه القرفه وكنقولوا يعني كيبقى اختياري ما بين الزنجلان والتمر الزبيب والمشماش والشريحه كانوا كاملين نقدروا كانوا كاملين اللي كان فيهم ولا هذا المهم كان الزنجلان التمر الشريحه الزبيب مشماش والمشماش يابس يابس هنا كتبقى الكميه على حسابكم نتوما طريقه تخزين سهل قرعه ديال الزاج كتكون كتسد دائما محفوظه وتبقى معنا كل ما بغينا نخدموها في الفطور الصباح هاي يعني واخا يعني تكون الدري غادي للدراسه عطيه شي شويه في هذاك المحفظه اللي كيدير فيها المأكولات ديالو ويبقى ياكل منها زوينه وكيعطيه طاقه فيها كثير شكرا لك سهام على الافكار ديالك الصحيه اليوم ديروا خاطر وقيدوا هادشي الله يرضي عليكم او سجلوه وحضروه ان شاء الله مع وليداتكم وفيه غير خير وفيه غير منفعه تبارك الله الزرارع موجوده وكلشي موجود في الوقت والله العظيم والخساره انهم بعدنا يعني كنقولوا الكتان موجود تبارك الله كلشي موجود طيب شنو اخر لاله سهام عندنا فطيره بالخضره كنشحروا بصله مع الفلفله الحمراء خضره شويه ديال الملح والبزار كنخليوهم يبردوا كناخذوا كاس ونص ديال الماء وكاس ديال دانون مسوس مع 2 بيضات وزيت العود وبودره ديال الثومه شويه ديال الملحه وكاس ديال الدقيق مع القزبر والمعدنوس وكنخلطوا كلشي كناخذوا مقله ما كتلصقش طيب غير في المقله غير في المقله حتى هو كطيب من بعد ما كنخلطوا كلشي كنديروا مثلا نقولوا كاع قرعه كبيره ديال الزاج كنسدوها نخلطوا الخليط كامل من بعد كنبقاو نطيبوا في المقله بحال الشكل ديال الكريب يعني تبقى ما غادي يكون شويه سايل ماشي عاقد ما عاقدش ما بحال شويه على الكريب باش كتجي هذا صافي نديروها الطيب بغيتي ديري فرماج حمر يعني باش تلديها وكاين يعني فرماج حمر يعني كاين انا ممكن انا كتصوبيه في الدار يعني صافي ملي كتحمر من تحت كنقلبوها نديرو فرماج حمر نديروها نطويوها على النص ونحمرو من الجهه الاخرى صافي
تقدميها بالصحه والراحه. هذه من الوجبات السريعه اللي ممكن ترافق الوليدات في المدرسه. فطيره بالخضره نعاود نشرح معك ياك سهام، كيعجبني دائما ناكدوا باش الناس وتما تدخلوا الفكره ياك. طيب قلنا غادي ناخذوا كنشحروا بصله مع نشحروها مقيله معاياش مع الفلفله حمراء وخضراء. هاي الفلافل وشويه ديال الملح والبزار. المهم كنخليهم شويه يبردوا بما كنوجدوا حنايا الدقيق مع كاس ونص ديال الماء، كاس دانون السوس، الجبيضات، زيت العود، بودره ديال الثوم، شويه ديال الملحه، درنا كاس ديال الدقيق، شويه القزبر ومعدنوس وخميره الحلوه هذا صافي. كنخلطوا هذا الخليط كامل، قلنا في قرعه ديال الزاج كنسدوا عليها وكنبقاو نخلطوا باش كيتلاصق. كنديروا عليهم اللي شحرناهم من قبل. صافي كنطيبوهم بحال كنطيبوا القريب كيف قلنا. كتحمر من التحت كنقلبوها، كنديروا شويه الفرماج وكنطويوها كنقدموها بالصحه وكنبقاو نستمروا حتى كنكملوا الكميه ديال العجينه. يلا هادو من بين الافكار السريعه الخفيفه الظريفه ياك. ودخلنا وضفنا فيها الفلافل، خضيره للوليدات، طريقه اقتصاديه ايضا ما فيهاش بزاف ديال المكونات وبنينه، يعني غادي تكون مشبعه وفيها كلشي. تبارك الله عليك سهام، شكرا لك حبيبتي على الافكار والاقتراحات ديال فقرتنا ديال اليوم. غادي نمشيو نريحوك شويه ياك. مرحبا شوف فاصل اعلاني مستمعينا وانتم تمشيو تقضيو الغرض ديالكم، طلعوا على الطنجره شوفوا الغديوه فين وصلت، بعد رجعوا تكملوا معنا لانه مازال شيوات صحيه دائما في حلقتنا ديال اليوم لينا ولوليداتنا بعد الفاصل. مستمعاتنا وحتى تبارك الله الموهوبين الشباب اللي تيعشقوا هذه الفقره هذه وتيقيدوا وصفات سهله واقتصاديه وصحيه في المقام الاول، لان دائما تنحرصوا نقدموا لوليداتنا والاسر ديالنا حويجات صحيه. انتم كتشوفوا بمجهود بسيط، يعني ما كنحتاجوش كثير ديال الحويجات. فلاله سهام اليوم حضرت لنا هذه الحلقه هذه صراحه حنا طلبنا منها حويجات صحيه، دارت مجهود، قدمت لنا يعني حويجات هي جديده صراحه. الخبيز بالحنطه السوداء دخلوا قلبوا تبارك الله كلشي المعلومه راه متوفره وحتى الشكل ديالها راه كاين باين. فالحنطه السوداء قلنا خصوصا الوليدات اللي عندهم حساسيه ديال الودان ممكن نقدروا نوظفوها هي سهام. خبيز قلتي لي جديد تبارك الله، نتمنى المستمعات انهم يجربوه. نوظفوا ماشي فقط في الخبيز، ممكن بزاف اي حاجه كيك كريب اي حاجه عطينا كذلك فكره ثانيه اللي كنا درنا ديال الفطيره ديال الخضره حتى هي كذلك غزاله. وعطينا التحليه اللي هي كذلك درناها ببذور الشيا، بروتين طبيعي وبذور الشيا ممتازه ومفيده، ونسمناها بنكهات يعني بالكاكاو، ونسمناها كذلك الفول السوداني. برافو عليك، انا حفظت الوصفه. لا تبارك الله ديما حاضره معنا. طيب احنا معكم مستمعاتنا، وسلامي اكيد لكل متتبعاتنا في هذه الحلقه هذه. نتمنوا انكم تسجلوها باش يبقى عندكم دائما كمرجعيه، تعاودوا ترجعوا لها تسمعوها وقت ما بغيتوا. ومازال تبارك الله الخير كاين ياك. غادي نقدموا حويجات سهام. شنو عاوتاني الشوربه ديال العدس الاحمر. الشوربه ديال العدس الاحمر هذه كذلك مع البرد دابا غزاله ديال انواع الشوربات. والمذاق ديالك يجي بنين لذيذ وفيه منافع كثيره فيه صراحه صحيه حتى هي ومزيانه في هذا البرد. يعني بنادم كيكون ضاربو البرد كتشربيها كتسخن لك بعدا شويه. يلا حبيبتي الشوربه ديال العدس اللي تبارك الله دابا متوفر، يعني هذاك اللون البرتقالي ولا الكوراي كاين موجود حتى هو واثمنه معقوله، يعني ممكن اي شويه نقدروا ممكن. عندنا شوربه العدس الاحمر كنديروا بطاطا كدا مطيشه، خيزو، بصله، كاس ونص ديال العدس، جوج ديال دروس الثوم، ملعقه ديال حك مطيشه، شويه الملح والبزار، العطريه يعني كالخرقوم، تحميره، ورقه سيدنا موسى، شويه القزبر ومعدنوس وزيت العود. كنقيو العدس ونغسلوه ونديروا فيه الماء، نخليو مده ديال واحد 10 دقائق بحال هكا. من بعد كناخذوا برمه كنقليو فيها البصله وداك البطاطا كاع ديك الخضره اللي قلنا. ملي كنقليوها كنديروا فيها التوابل كامله صافي. ملي كتقلى لينا مزيان كنديروا داك العدس صافي. كنديروا ديجا كيكون الماء غالي كنكبوا على في ديك البرمه حتى كنغطيو المكونات كامله، كنخليوها طيب مده ديال 20 دقيقه وهو ما كيطيبش بزاف يعني صافي غير في ساعتين صافي. ملي كطيب كنخليوه يبرد شويه وكنطحنوها مولا ميكس
كنقدموها شحال كهربائيه عندكم كتخدموا به ماشي مشكل. صافي وكنقدموها بالصحه والراحه مزيان كيف كنقولوا يعني بزيت العود ولا هي كتجي غزاله بزيت العود صراحه كتجي زوين. يلا هي فكره ديال الشوربه مغذيه صحيه غزاله في المذاق، وحتى السيدات الامهات اللي ما معتمدينش على الفكره ديال العدس مع الشوربه دخلتي مع تخديره يعني بطاطات تبارك الله وخيزو وكريعه غادي القوام ديالها ثقيل يعني ماشي تخفيف. هذا كتجي هذيك يعني شوربه يا سلام يا سلام بالصحه والراحه. طيب حبيبتي شكرا سهام على الفكره الشوربه ديال العدس ديالنا الاحمر، وغادي نمشيو بطبيعه الحال دائما مع الخضار ودائما ديال هذه الوقيته هذه اللي فيها فائده ومنفعه. قلتي لي كاينه معقوده بالخضار كاينه واحد الحلوه حتى هي غزاله غنقدموها بطاطا حلوه. بطاطا حلوه الفكره ديال الحلوه بطاطا حلوه انا عجبتني نتعرف عليها صراحه الفكره هذه. باش نبداو بالبطاطا حلوه ديال البطاطا حلوه. كنسلقوا كيلو ونص ديال البطاطا حلوه مع كاس ديال السنيده وكاس ديال الماء. من بعد ملي كيتسلقوا كنطحنوهم بالخلاط بما تفات شي شويه كنخلطوهم بالخلاط الكهربائي بحال كلشي. كنديروا عليها 2 معالق ديال النشا، كاس ديال الدقيق مع معلقه ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملحه، كنخلطوا كلشي حتى كيتماسك العجين، وكنديروا كويرات حطوهم كنديروا زلافه فيها الماء وحده فيها زنجلان، كنديروها في الماء ونمدوها في الزنجلان. يعني الكويرات اللي صوبنا ندوزوها في الماء الماء هنا بارد عادي. لا عادي. ونديروهم نمردوهم في الزنجلان وكنصفوهم في اللاطه كطيب بصحه وراحه. ما تقوليش انا مصوبه بطاطا حلوه. يلا من سمعتي هانتوما فكروا معايا. بطاطا حلوه هذه جربوها زوينه. خلوها في حلوه غريبه كتجي بنينه راقيه زوينه بالزنجلان حتى واحد ما غادي يعرف انه راها فيها بطاطا حلوه. كتجي لذيذه بزاف. صح وهشيشه. نحاولوا فيها النهار تاعك الفكره. عندنا كيلو ونص ديال البطاطا حلوه، كاس سنيده، كاس الماء، كنسلقوهم. جاوني طلبات تقول لي قيدي موجوده مسجله. نديروا فيهم 2 معالق ديال النشا وكاس ديال الدقيق، معلقه ديال السكر كلاصي. حتى كنطفيو عليها وكتسلق لينا. ملي كتسلق كنخليوها باش كنطحنوها. كنديروا عليها كنزيدوا عليها 2 معالق كبار ديال النشا، كاس ديال الدقيق، معلقه ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملحه، صافي وكنخلطوا كلشي مع البطاطا. هادشي اللي درنا دابا كنخلطوا مع البطاطا صافي. قلت لك كنديروا كنجمعوا العجينه كنجمعوا العجينه وكنديروها في الماء ونردوها في الزنجلان وكطيب بالصحه والراحه. وندخلوها الفران. شحال هي القياس ديال الوقت باش كنديروا 20 دقيقه. 20 دقيقه هي دغيا ماشي صح. لا ما غاديش تاخذ. لا طيب حبيبتي واخا حلوه بطاطا حلوه. يلا اليوم ما بقاش عندكم الحجوج تقولوا ما عرفناش. علي بغا يقول يلا اليوم لاله سهام درت مجهود فوق القياس ربي يخليك. الله يحفظك. معقوده بالخضر محبوبه الوليدات محبوبه الجماهير معقوده البطاطا ديما بطاطا نبدلوا شويه خصوصا شغل طلبات الام ياك اللي كتواصل معاك كتكتب انت كتاكل غير البطاطا. نتمنى تكون معنا في الاستماع باش تقيد هذه المعقوده ديال الخضر ونشوفوا ياك نجربها وننوعوا شويه. هذاك الشيء اللي كاين وداخله محتاجين الفتره كامله ناكلوها صراحه. اكيد مرض الولاد دابا من احسن الواحد ياخذ الخضروات الاحسن. عندنا معقوده ديال الخضره كنسلقوا البروكلي مع خدمه بالبروكلي مع كاس ديال الحليب. كاس الحليب ملي كتسلق كنصفيوها ونخليوها تبرد. شنو نسلقوا مع الحليب؟ مع كاس ديال الحليب البروكلي. دابا انت كديري كاسرونه فيها الماء ولا كريميله صغيره ولا هذا مع البروكلي كتكب. انا بداك الحليب علاش باش كيحيد داك الريحه تاع البروكلي. داك الجهه ديال البروكلي ما تيبقاش. ما كيبقاش. كندير نص كاس ديال الحليب يتسلق مع الماء. يتسلق معاه. هذه فكره جديده وزوينه. سير من الاسرار. انا ما شخصيا ما كانش عندي المعلومه ياكي. اضيف الى معلوماتك. اضيف الى معلوماتي اليوم. ايوا يا لاله الغرض من داك الحليب قلنا باش نهرسوا داك الجهد ديال البروكلي. نديروا مليحه. كنديروا مليحه. دائما اي حاجه الا نسينا فكرونا نسموها مليحه ماشي مليحه. من بعد ما كنخليوه يبرد كنصفيو هذا كنديروا خيزو وبطاطا قرعه خضراء
ونضيفوا عليهم لا شابلور. فرماج حمر كيبقى اختياري. وهاد الخضيره خضراء ولا مسلوقه؟ لا هادو لا خضرين. محكوكين. محكوكين. كرقيق. كنزيدو 3 البيضات، شويه الملح والبزار. ولا شابلور. ولا شابلور. البروكولي شنديرو به؟ هذيك راه كنخلطوه مع حناته هو. كتحنيه سميتو ماشي غير كتخليه شويه يعني معكوب. ديك ديال البطاطا. ديك انا غادي نقوم بالوظيفه المعرفه فيها بجهود يا سهام. يا اختي الله يكون في العوان. اللهم امين. ما غاديش ندير بزاف وما نكثرش عليه. البروكولي سلقناه حطيناه معكناه نخليوه. الخضيره ديالنا حكيناها في حكاكه رقيق. قلنا بطاطا خيزو وكرجات قرعه خضراء. مع كيف كنقولوا يعني 3 الفرماج كيبقى اختياري. مع البيض ومع لا شابلور. 3 البيضات ومع لا شابلور، الملح والبزار شويه. كنخلطوا الخليط ديالنا، كناخذوا اللاطه، كنديروا الورق ديال الطهي، وكنديروا واحد السيركل داير، كنحطوه وكنديروا نرشوا لا شابلور ونديروا داك الخليط ديالنا بحال الخبيزات باش كيجيو قياس واحد. صافي حتى كنكملوا كلشي كندخلوه الفران. حتى في الفران. برافو عليك. يعني ما كاين لا قلي ولا ما كاين لا قلي لا والو. صافي الفران خرج لي لاله كلي بالصحه والراحه. كيجيو غزالين. قالت لي سهام كيجيو بنان. لا واعرين. يلا حبيبتي حنا تبارك الله قدمنا بزاف ديال الحويجات اللي فاتهم الجزء الاول من الفقرات في الحلقه ديالنا. تبارك الله عطينا شيوات صحيه ومازال الخير غادي نعطيوه ان شاء الله. قلتي لنا كاينه تحليه غادي نقدموا لها الجوسه كيحمقوا عليها بزاف ديال الوليدات وغتعطينا واحد التحليه بالشوفان ان شاء الله. عندنا سهله هذه ديال الشوفان. عندنا كاس ديال الشوفان محمر مع 2 معالق ديال السكر، كاس ديال الحليب نباتي. مقيله. كندخلوها الفران مده 40 ثانيه بحال هكا. كنديروا كاس ديال الحليب نباتي مع 2 معالق ديال السكر. 2 معالق ديال السكر. كندخلوهم للميكرووند ولا حتى فران عادي راه ماشي مشكل. نحسبوا واحد 40 ثانيه وكنخرجوهم بما غير تشرب داك سميتو الشوفان. وكنديروا في داك لي طاس ولا هذا نديروا الشوفان، كنديروا الفواكه يا الديسير ولا اللوز الكركاع شي حاجه اللي مقويات. او نديرهم بجوج الا كان من الاحسن. هنا كيبقى لكم الاختيار ديال الفواكه اللي بغيتو. هذه تحليه سهله ياك خفيفه ظريفه. شوفان مطحون ولا شوفان هكاك. يلا نعاودوا الفكره. كاين قلنا كاس ديال الشوفان كندخلوه الفران مع 2 معالق ديال السكر وكاس ديال الحليب نباتي. الهدف من انه تدخل الفران غير باش يشرب لنا داك. ومن بعد صافي قلنا كنحسبوا 40 ثانيه وكنخرجوه صافي وكنزوقوه كيف ما قلنا تزيين في كؤوس باش يغري الوليدات والحنا حنا الكبار اللي شاهينا ناكلوا صحنا صافي. ناخذوا الطبقه الاولى نديروا من هذا الخليط اللي الطبقه الثانيه كتكون من الفواكه. قطعوا الفواكه اللي كتحبوها واللي متوفره عندكم. تبارك الله دابا راه كاين مناسبه ديال الفواكه موجوده، ونضيفوا ليه واحد الميسه ديال المكسرات كيبقى لكم اختيار، شويه ديال الويزات شويه ديال الكركاع شويه ديال الزبيب اللي يبان لكم اللي عندكم قدوا به ياك. داكشي اللي وهي تحليه بالشوفان خفيفه ظريفه وصحيه، اهم حاجه صحيه. هذاك الشيء اللي كاين. شكرا لك سهام. افكار بسيطه وسهله جدا. الفائده اللي فيها كثيره انها تبارك الله صحيه. نمشيو ندوزو للبسبوسه. قلتي لي بالمذاق الليمون ديال البرتقال مسقيه بالليمون. كنحمروا 2 كيسان ديال السميده كنتي نحمروهم في النقيل حتى كيدخلهم شويه ديال الطياب وديما نعينا معاهم. لا ضروري تحركي شحال ديال الوقت تقريبا؟ كل واحد 10 دقائق بحال هكا. غير هو تكون النار مهيله بزاف صافي. من بعد كنضيفوا 2 بيضات، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، ياغورت فاني، كاس ديال اللوز مطحون فاني مطحون بمعنى مسلوق مفسخ ومطحون ياك. بهذه الطريقه هذه شويه الملحه فاني خميره الحلوى. كنخلطوا الخليط كامل، كنزيدوا عليه هذيك 2 كيسان اللي حمرنا ديال السميده، كندخلوها الفرن كطيب على هي نورمالمون عندك واحد 30 دقيقه. البسبوسه العاديه البسبوسه كلشي مقادير كنديرو في مول الفران صافي كنخرجوها. من بعد ملي كتخرج كطيب كنتكوها بحال كنتكوها بفرشاط ولا شي حاجه. كنا ديجا حنايا سخنا الليمون
عصير ديال الليمون. عصير الليمون ما غاديش نخدمو بسيرو، كنا غنبقاو طبيعي. عصير الليمون. عصير ديال الليمون طبيعي. نقشروا الليمون، نقول لك باش لا ما عصراش بلا ما نقول ولا ما نزيدوش فيه. شحال تقريبا القياس غادي ياخذنا؟ كاس كبير كاين. صافي كنسخنوه ندفيوه شويه صافي ونسقيو به البسبوسه ديالنا، والزين كيف ما كنقولوا ديما كيبقى على حسب اختيار ديال كل واحد. شنو تقريبا كفكره نديرو كوك، نديرو كوك لوز افيلي. لوز افيلي الا كان متوفر ديرو الشيشه منه. ما كانش كاع راه هي من راسها كتجي فيها كتجي ديجا هي اللوز اصلا بعدا كي حاضر بقوه كاين تبارك الله المذاق ديال الطيبه ديال اللوز. سموسه سهله خفيفه ظريفه زوينه بالمذاق ديال البرتقال، يعني تبارك الله المناسبه دابا ديال البرتقال خدموها لوليداتكم هكا كنديوها في الفطور. قلنا كناخذوا 2 كيسان ياك 2 كيسان ديال السميده. هنا السميده رقيقه فمقيله كنديوها ونجيبوها جهه تقريبا 10 ديال الدقائق حتى كتحمر لينا شويه على عافيه مهيله وعينينا عليها ياك. كنحيدوها نخليوها على جنب. كنمشيو نحضروا السوائل. هي 2 بيضات، كاس ديال السنيده، نص كاس زيت، نص كاس ديال القياس ديال العنب، نص كاس ديال الزيت، دانون ياغورت فاني، كاس ديال اللوز مطحون، فانيا، شويه ملح، قريصه ديال الملح، خميره الحلوه. كيف قلنا كنخلطوا الخليط. واللوز قلت لك كاس ديال اللوز مطحون، كاس ديال اللوز صافي. وكان المول كنكونوا ديجا دهناه بالزبده ونرشوا عليه شويه السميده، وكنكبوا الخليط ديالنا وندخلوا الفران كي قلنا على نص ساعه بحال هكاك ولا. المهم انت ديك الساعه ساهله تخرجيها. انت راه عينك عليك ضروري عليك على الفران كتشوفي 30 35 درجه على حسب الفران ديالك. كان من بعد كنخرجوها كنقبوها بفوغشيط وكنسخنوا ديجا قلنا العصير ديال الليمون وكنسقيو بها صافي. كيف قلنا التزيين كنديروا يا الكوك ولا لوز ايفيلي ولا اللي موجود. الكوك كيتماشى صراحه مع كيجي زوين. صافي وديك الساعه تقدروا تقطعوها كاع مربعات هكا بالكوفته تعطيوها للوليدات ديالكم او في الفطور او حتى نتوما في جلسه هكا ديال العشيه خفيفه ظريفه بالصحه والراحه. سموسه بطيبه الليمون تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. انا كنتنحييك وتنشكرك بصراحه على حضورك. شرف ليا والله العظيم. والله هذا دليل على المعزه انك الانسان ديالو في المرض ديالو تيجي تيخصص لك جلسه، لانه طلبنا منك صراحه. انا عارفه انت عندك هذه الافكار تصنع عندي ديال الاشياء اللي هي صحيه. وحنا اليوم خصصنا التيم ديالنا كامل تكلمنا على الاشياء اللي هي صحيه. نتمناو الامهات قيدوا وسجلوا ويجربوها لوليداتهم وليهم، والله يزيد فرحتكم يا ربي. شكرا لك سهام مره ثانيه. مرحبا الله يودي. كلمه الختمه من عندك تسلمي على ماما بغيتي ولا نسلم على جميع العائله ولا الاصدقاء ديالي، وكنشكر كاع الناس اللي فاش من مرات سولوا فيا صراحه. يعني ما كنتش متوقع ان الناس غادي يعيطوا. كنشكر اي واحد سول، ودائما كان نصيحه الواحد يديها في صحته، التغذيه تكون يعني في المتناول صحيه 100% باش بنادم ما يبقاش كيف ما وقع شحال من واحد. وشكرا للجميع. شكرا لك. شكرا لك انت اختي سميه والله يخطيك بارك الله فيك الله يخطيك. ونتمنى لك ان شاء الله. وانا بغيت نشوفك باش نطمئن عليك ساعه. الله بارك الله فيك. الله كبير اختي. والله يشافي الجميع يا ربي، لكل مريض ولكل واحد كيسمع لينا. وصراحه الهدف من هادشي كله هو نخفوا من المعاناه ديالكم، نحسن بكم، مراعين شعوركم. الله يكون في العون للجميع. تهلاو في راسكم، تهلاو في راسكم. راه ما كاينش غيتهلا في بلاصتكم غير نتوما نفوسكم. تهلاو في راسكم بداكشي اللي قديتوا عليه، سواء تفرحوا راسكم، تاكلوا ماكله نقيه زوينه صوبها على اليد. شو ضروري تكون غاليه ولا مقاديرها كثيره، بسيط خفيف ظريف. حنا شفنا في وصفات سهله مهله ولكن كتعطي فائده والطاقه للجسم ديالنا. انا عارفه هادشي ماشي سهل، الله يكون في العوان نتيجه ضغوطات الحياه اللي كنمروا منها كاملين. وانا وحده منكم حتى انا راه تنتكلم بتجربه. فواتيره الحياه هي سريعه ولكن على قدر ما استطعنا، لان ما غادي من هادشي والو. من غير ديك اللحظات اللي غادي تسمع ليها على صحتك وتستمتع بديك المذاق ديال الماكله اللي انت وجدتيها ياك. سلامي للمستمعين ديالنا العزاز، ونلتقاو ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. باي باي.